السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات صائغ الحروف وليد وهبة لتعليم ودراسة الخط العربي. النهاردة إن شاء الله هنتعلم خط الرقعة، وهنكتب الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمعايا كده خطوة خطوة بإذن الله. أنا كاتب الآية جاهزة قدامكم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بس هنعيد طبعا كتابتها قدامكم حرف حرف. وزي ما قلنا كل مرة يا جماعة، بعد إذنكم ما تنسوش بس الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، إن شاء الله يعجبكم. وزي ما قلنا زي كل مرة إن خط الرقعة بيتكون يا جماعة من خمس أشياء أو 5 حروف أو 5 حركات معينين. إيه هما؟ اللي هو حرف الألف، نكتبهم هنا: حرف الألف، تمام، والنقطة والنقطتين والثلاث نقط وحرف الدال. هو ده حرف الرقعة اللي يجيد ال5 حركات دولت يعرف يكتب خط الرقعة بكل سهولة. طب ايه زي ايه؟ احنا هنكتب الآية مع بعضينا دلوقتي: إنا نحن نزلنا الذكر. إنا، بجيب الألف أهي، وزي ما قلنا الألف بتبقى مايلة ناحية اليسار شوية. السنة بتاعت إنا بحط النقطة أهو، وبجيب النقطتين أهم، والألف تاني. شفتوا أنا هنا مفصلهم، مش راضي أوصلهم ببعض عشان أفسرها لحضرتك بالظبط. طب نحن، أدي التلات نقط، 3 نقط، وأدي نقطتين الحاء، وأدي نقطتين تاني في نقطتين تاني مع 3 نقط صغيرة صغيرة كده خالص أهي في آخر دي. بالمنظر ده، وبعدين 3 نقط تاني. يعني النون هنا لما عايز أنا أعملها بالشكل ده، أنا ممكن أعمل النون بالشكل ده. هنا لما أجي أعملها بالشكل ده، بنزل هنا 3 نقط، وبعدين بلف 3 نقط تانيين هنا، يبقى نحن بالمنظر ده. طب أنا عايز أعملها كده، عايز أعملها كده: أدي النقطة بتاعتي، وأدي نقطتين في ال3 نقط، اداني حرف النون. نزلنا، ادي نقطتين وادي نقطتين، ادي نون وادي زين، ادي الف وادي نقطتين وادي نقطتين كمان وادي الف. جمعنا كلمة نزلنا. شفتوا نزلنا جت ازاي؟ احنا نزلنا، انا جبت النقطتين دول، النقطتين دول حطيتهم هنا، ووصلت نقطتين تانيين فيهم من تحت. شايفين ان خط اخر النقطتين هنا هو اعلى الخط هنا اهو. ادي نقطتين وادي نقطتين مع الحرفية وتداول، هتجيبها كده اهو، ماشي. وإن هي اللي عملناها في الأول، بس هعيدها لكم تاني. وإن الواو هنا، أدي الواو، أدي نقطة أهي، برجع تاني على نفس على النهاية بتاعتها أهي، عملت النقطة، عملت الإيه، الراس بتاعت الواو. طب الباقي أعملها إزاي؟ الباقي أنت ممكن ترسمه أهو. لو هرسمه عملت الواو. ممكن بقى برضك نقطة أهي، وبلف جواها وبخرج، وبجيب النقطتين اللي هما دول احطهم هنا، عملت الواو. ان نفس الحكاية، ادي الالف بتاعتي وادي نقطة
وادي نقطتين وادي ألف تاني، كتبت إن له ادي ألف وادي نقطتين وادي 3 نقط مقلوبين، 3 نقط كده، لا انا قلبتهم كده، تمام. وادي ألف تاني، هي معلش هي ممكن تكون وسعت مني، بس نرجع هنا تاني نعملها لكم هنا اهي. ادي ألف وادي نقطتين وادي 3 نقط وادي ألف تاني، له لحافظون، ادي اللام وادي وادي نقطتين وادي نقطتين في نقطتين وادي الألف دي تاني، ادي الألف ادي نقطتين في نقطتين في نقطتين وادي الألف بتاعتي الحافظون اللي في الأخير. الف نفس فكرة الواو، نقطة بلف جواها وانزل بالراس بتاعتي دي كده. وحرف الب بقى، حرف الب فاكرينه اللي هو كده، اللي هو ادي نقطتين في نقطة في 3 نقط، نقطتين في نقطة في 3 نقط، هي نفس الحكاية. ادي نقطتين في نقطة في 3 نقط. طيب الباقي ادي 3 نقط وادي نقطتين في نقطتين وادي نقطة وادي نقطتين كمان بتاعة الواو. يبقى حافظين النون، ادي نقطة فيها مد شوية وادي نقطتين في 3 نقط. عملت الايه؟ الحافظون. تاني الحافظون نعملها تاني مع بعض، ماشي. ادي الالف، بجيب الالف احطها والنقطتين اهم ونقطتين كمان في نقطتين، وبجيب الالف احطها تاني اهو، وبعدين الف ادي النقطة وببدأ من هنا تاني وبلف جوه النقطة وبنزل بالكرف بتاعي وبجيب نقطتين كمان احطهم هنا في نقطة في ال3 نقط بتوعي، في ال3 نقط تاني اهم في نقطتين في نقطتين في نقطة اللي هي بتاعة الواو في نقطتين. الموضوع سهل جدا 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 للي عايز يتعلم. نقطة في نقطتين في 3 نقط النون. اتمنى ان انا اكون قد فدتكم يا جماعة، وارجو منكم الاعجاب بالقناة، الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وان شاء الله معايا هتلاقوا كل انواع الخط باسلوب حديث، باسلوب سهل، باسلوب واضح. كان معكم وليد وهبة، واشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.